ورجعت لكم بمسلسل جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بيبتدي عندنا مسلسل بشيشي لما حرفيا كانت شايلة شنطة تقيلة قوي على ظهرها، ونعرف ان هي شغالة في مكان بيبنوا فيه شركة جديدة، وان هي موجودة علشان تشيل طوب وحاجات تقيلة. طبعا وهي شيشي كانت شايلة الحاجة الكل كان عمال يتريق عليها، ونرجع ونعرف هي ليه اشتغلت الشغلانة دي. لان هي كانت عايشة مع باباها، لكن باباها ما كانش بيحبها وما كانش بيحب خلفة البنات، فكان دايما بيعملها باسلوب وحش جدا. لا بقولك ايه يا حبيبتي، انزلي اشتغلي واعتمدي على نفسك. كان في الناحيه التانية سايب ابن مراته، كان مخليه قاعد وعمال يلعب على التليفون، وبنته عادي نازله ان هي تشتغل شغلانه صعبه زي كده وما تلاقش بيها. وفعلا وهي كانت بتشتغل الشغل كان تقيل جدا عليها ومتعب ومرهق، لكن قالت لنفسها ان انا مش هتذلل. لكن للاسف العمال في المصنع ما رحموهاش، وبدأ ان هم يتنمروا عليها ويتريقوا عليها ويقولوا ان هي اكيد بنت فقيره قوي عشان قبلت كده. وهي كانت قاعده لقت ان في ست عجوزه يبان عليها انها غنيه كانت موجوده، وطبعا لقت ان في حد هيبيع لها حاجه بسعر غالي قوي، وحست الصراحه ان ما ينفعش كده، وقامت علشان تشوفها. اما في الناحيه التانية كان جان موجود، وجاله السكرتير وبيقول له جدتك احنا مش لاقيينها. فقال له ازاي؟ قال له يلا ندور. مشيشي راحت للراجل بتقول له هي ازاي البتاعه الرخيصه قوي دي تقول لها عليها ان هي غاليه كده؟ على فكره انت كده حرامي. قال لها بقول لك ايه، ما اسمحلكيش. فطبعا بدات ان هي تهزقه وتشتمه وقومته من مكانه. وبعديها على طول قعدت جنب الجده تقول لها يا حبيبتي الناس دي بتضحك عليكي، وان هما شايفينك غنيه شويه، علشان كده كلهم بيتسابقوا علشان ينصبوا عليكي، فخدي بالك بعد كده. طبعا الست العجوزه دي حبتها قوي، هي بتقول لها وانت مامه الاستاذ او جدته؟ فهي بتقول لها لو قصدك على جان فهو انا. فهي بتقول لها هو ايه ده، هو انت بجد جدته؟ طبعا كانت مبسوطه جدا لان نعرف ان هي كانت مهووسه جدا بالاستاذ بتاعها، لكن قررت ان هي تقعد من التعليم شويه. في نفس الوقت لما قعدت جنبيها لقت ان حد تاني جاي، والحد ده طبعا بدأ ان هو يرخم عليها برضه. طبعا بدأت على طول تمسك الازازه بتاعتها وتحدف عليه، تقول له هو انت ازاي نصاب هتعمل فيها كده؟ فانا طبعا استغرب اللي هو مين انتي اصلا، وليه تكلميني كده وانا بكلم جدتي؟ طبعا اول ما لف عرفت على طول ان ده الاستاذ بتاعها. فجدتها بتقول لها على فكره ده جان، لكن هو اتغير شويه. فبتقول لها وانتي بتهزري صح؟ هو ده جان؟ فهي بتقول لها ايوه. وقال لها بقول لك ايه، ما تيجي نروح كلنا نتغدى سوا. اول ما راحت هناك كان ناقصها فلوس علشان تكمل السنه الاخيره ليها في ثانوي، طبعا اللي بسببها نزلت طبعا علشان تشتغل. في الوقت ده جدته او جدتها هي كمان بتقول لها وانتي يا حبيبتي ليه مش بتشتغلي شغلانه كويسه؟ ليه الشغل المتعب ده؟ فهنا كان بيقول لها على فكره البنت دي باين عليها ان هي نصابه، اول ما شافتك ان انتي غنيه كده قالت ان هي تيجي تتلزق فيكي. ولما قامت علشان تتكلم في التليفون قالوا لها انت لو ما جبتيش الفلوس بكره احنا هنطردك. فراحت علشان تستلفهم من جدتها، لكن طبعا هو شدها وطلع بيها بره. قال لها بقول لك ايه، حركتين الهبل اللي انت بتعمليهم دولت فكك منهم، انت عايزه ايه؟ وايه رايك بقى ان انا هتجوزك؟ فهي بتقول له خلاص موافقه. قال لها ايه ده، ايه السهوله دي؟ فهي بتقول له لا عادي بس انا عايزه منك فلوس. فافتكر على طول ان هي انسانه طماعه وان هي انسانه مش كويسه. فقال لها خلاص ماشي. وبعديها مشي هما الاتنين وراحوا ان هما يتجوزوا. هي بتقول له هو انت ليه ما بقتش تشتغل في المدرسه؟ قال لها عادي، وان انا شفت شغل تاني وبقيت كويس زي ما انت شايفه. وبعديها على طول كان هما الاتنين عمالين يبصوا على بعض. وبعديها اول ما لقى ان السكرتير جاي وكان معاه العربيه بتاعته بيقول لها بقول لك ايه، انا رايح بقى علشان اشيل المدير بتاعي. فبتقول له ايه ده، هو مش انت المدير؟ قال لها لا طبعا. في الوقت ده السكرتير ما كانش فاهم اي حاجه، اللي هو ايه العبط اللي بيحصل ده، ازاي مدير يمسك لي الحاجه؟ طبعا في الوقت ده قال لها بقول لك ايه، احنا لازم نروح نجيب لك دبله، نروح على محل دهب كويس. فهي بتقول له لا، وان انت موظف بسيط، لانه فاهمها ان هو فعلا السكرتير بتاع مديره وان هو حد بيقبض قليل قوي. فقالت له لا، وبلاش ندخل المحل ده علشان غالي قوي. قال لها ما فيش حاجه تغلى عليكي. طبعا كانت مستغربه. راحت لصاحبتها تحكي لها كل حاجه، بتقول لها وانتي عبيطه يا بنتي ولا ايه، هو حد يبيع نفسه الفتره دي بالمبلغ الصغير ده؟ لا انت كنت المفروض تكوني اذكى من كده. فهي بتقول لها الصراحه انا بحبه قوي وبحبه قوي من زمان. فصاحبتها بتقول لها هو انتي فايك، هو انتي طبيعيه؟ بتقول لها اه طبعا. فانا بتقول لها طيب هو انتي هتعملي ايه معاه؟ بتقول لها ما فيش، هو عايزنا نروح محل مجوهرات سوا. فعلا اول ما راحت هناك بدات ان هي تنقي حاجات بسيطه خالص، لكن جه واحد رخم كده وبدا ان هو يقول لهم بقول لكم إيه، انتوا شكلكم فقراء، اطلعوا بره. فانا بيقول له انت بتقول عليا انا، هو انت مش عارف انا مين ولا ايه؟ بيجي في الوقت ده مديره بيقول له هو انت عارف انت بتتكلم مين ولا ايه؟ على فكره اللي انت بتكلمه ده صاحب الفرع اصلا. طبعا في الوقت ده بدا ان هو يتوتر شويه، وقال ان اكيد ان صاحبه بيعمل فيه مقلب وان هو بيكذب عليه، لكن اتفاجئ فعلا من تعابير وشه وان هو كان متضايق قوي. فقال لنفسه هو انا شكلي عكيت ولا ايه؟ وطبعا عارف للاسف فعلا ان هو اتكلم بطريقه وحشه جدا مع المدير. طبعا المدير بدا ان هو ينادي بنت تانية وقال له بقول لك ايه، انت اصلا مش هتكمل هنا. فقال له ليه يا فندم، هو في حاجه؟ قال له بكره تعرف. طبعا في الوقت ده الكل بدا ان هو يركز على وش جان وحسوا ان في حاجه غلط. وطبعا اول ما جت هنا المديره اللي بتقول ان هو الرئيس بدا ان هو يغمز لها، ففهمت على طول ان هو مش عايز يقول. فانا كانت بتقول هو في حاجه، اللي كانت واقفه جنب كده وما كانش عارفه تتكلم. قال لها لا عادي، وان دي كانت مجرد زميله
وبعديها بدأ يقول لها على فكرة أنا هروح البيت، ونعرف إن هو مش عايز ياخدها على القصر بتاعه علشان ما تفتكرش إن هو غني. يعني كلم السكرتير بتاعه وقال له بقول لك إيه، أنت تشوف لي بيت صغير في أي مكان كده. فبتقول له هو إحنا مش هنروح بيتنا؟ قال لها لأ طبعا هنروح. وأول ما راح هناك لقى نفسه إن هو معهوش المفتاح، وإن السكرتير أصلا مديهالهوش. فبيقول لها بقول لك إيه، ما تيجي نبات في أي مكان، الصراحة أنا معيش المفتاح. فبتقول له هو إزاي بيتك ومعكش مفتاحه؟ كمان ان هو لقى ان البيت اللي السكرتير جابهوله بيت كبير برضه مش صغير، وكده هتعرف ان هو برضه راجل غني، وان هو كان خايف ان هي تكون طماعه. في الوقت ده هما الاتنين راحوا السوبر ماركت، هي وصاحبتها. صاحبتها بتقول لها هي شكله حلو، فهي بتقول لها قوي الصراحه. هي بتقول لها ما تنسيش برضه ان هو اكبر منك بشويه حلوين، وخدي بالك. فقالت لها على فكره ان هو راجل طيب قوي بيعملها كويس قوي، وده الاهم عندها، ان هي ما يفرقش معاها اي حاجه غير ان هو بس يكون كويس معاها. وفعلا راحت البيت وبدات ان هي تعمل له كل الاكل اللي هو بيحبه، طبعا اللي عرفته عن طريق جدته. هو كان واقف وشايفها ان هي بتعمل اكل، قال لنفسه معقول تكون بتعمل كل ده علشاني؟ انا اول مره حد يعمل علشاني كده. وفعلا بدات ان هي تحط الاكل وتاكله، لكن كانت مستنياه ان هو يقول اي كلمه كويسه، لكن كان ساكت وكان عمال ياكل. فهي طبعا كانت مستنياه ان هو يتكلم، لكن فضل وقت كتير جدا عمال باصص على الاكل، وما كانش حتى باصص عليها ولا بيتكلم ولا اي حاجه. فقالت بس ان الاكل كده اكيد مش عاجبه. بعديها بدات تساله تقول له هو الاكل حلو؟ قال لها ايه ده اللي انت عاملاه؟ فبتقول له ايوه. فقال لها حلو جدا. اما بالنسبه للجده فنعرف ان هي كانت سايباهم مع بعض علشان ياخدوا على بعض كويس، واصحابها بيقولوا لها على فكره لازم ان هما الاتنين ياخدوا على بعض علشان يجيبولك الحفيد اللي انت عايزاه. فانا الجده كانت بتقول لهم طب اعمل ايه؟ قالت لها بس ابداي زيني البيت. وفعلا قبل ما تمشي كانت مزينه البيت، وهو طبعا افتكرها اللي عملت كده، وقال لها بقول لك ايه لسه هيكمل، لان جدته جايه وكانت معاها حرفيا هدايا من كل الماركات الغاليه. طبعا في الوقت ده هو كان مستغرب هيقول لها ايه بقى وهيكدب عليها ازاي. فانت طبعا بدأ ان هو يقول لها ان الحاجات دي مزيفه، وان جدته بتروح سوق صغير كده بيعمل الحاجات زي الحاجات الأصلية بالظبط. فهي بتقول له يا حرام، يعني جدتك فعلا بتكون عايزة تجيب وهي مش بيكون معاها فلوس؟ الصراحة صعبت عليا، خلاص بقى انا هبقى اخليها تجيب لي حاجات لناس تانية انا عايزاهم. قال لها خلاص ماشي، بعدين تبقى تتكلمي مع جدتي في الموضوع ده. وهي بتقول له هو انت بقيت تختفي ليه الايام دي؟ قال لها لا عادي. ونعرف ان هو لحد دلوقتي ما قالهاش حقيقته، وان هو راجل غني قوي. وبعديها وقفت مع جدته بتقول لها هو شكرا وكل حاجه على الحاجات اللي انت جايباها دي، بس ينفع تجيبي لي من الساعه دي واحده تاني؟ وطبعا الجده استغربت، اللي هو ازاي يا بنتي، ده دي الساعه الوحيده اصلا اللي موجوده في العالم. هي بتقول لها حاضر هبقى اشوف لك، طبعا علشان ما تحرجهاش. وفي نفس اليوم كانت عندها تدريب في الشركه بتاعه جوزها، لكن ما تعرفش اصلا ان جوزها شغال فيها. وكانت مع الجده، وجدتها كانت بتحكي لها ان هي قد ايه فعلا عانت وهي صغيره، وكانوا لسه بيتكلموا لحد ما لقت ان اصلا ابن طليق مامتها بيراقبها. وفي الوقت ده الجده كانت مستغربه هي ليه واقفه مستنيه مواصلات عامه طالما هي اصلا معاها فلوس كتير جدا، وقصدها طبعا على الفلوس بتاعه جان. وهي كانت واقفه لقت ان الولد ده جه وبدا ان هو يمسك دراعها، قال لها بقول لك ايه، انت تيجي معانا على البيت فاهمه ولا لا؟ وغير كده انت مش هتكوني الا ليا بس. فبتقول له اه انت باين عليك مجنون. جدتها بدات ان هي تقول لها تعالي نقعد وخلينا نسيبنا منه. اول ما راحت علشان تقعد بدا ان هو يكلمها، قال لها وانت مجنونه ولا ايه؟ على فكره هترجعي معايا غصب عنك. وبدا ان هو يتنمر على جدتها. فبتقول له بقول لك ايه، انا استحملت كتير، انا قايمه لك بقى. وفعلا قامت علشان تكلمه، وبدات ان هي تضربه. طبعا في الوقت ده هو كان مستغرب هي من امتى عنيفه كده، خصوصا يعني ان هي لما كانت عايشه في البيت معاهم كان بيتنمر عليها براحته، بيهزقها وبيمسح بكرامتها الارض، وكان دايما بيشوفها يتنمر عليها ويتريق عليها. وهي طبعا في الوقت ده كانت عايزه تقوم فعلا ان هي تضربه، لكن كانت عماله تهدي نفسها لحد ما لقيت ان هو بيشتم في الجده. فقامت على طول ضربته، وعلى طول الناس طلبت الاسعاف، فقالوا لها على فكره كده ممكن يسجنك. في الوقت ده اتصلت بابنها او نقول يعني حفيدها، تقول له تعالى بسرعه علشان بنضرب. طبعا يا حبيبي كان فاهم ان هو هيجي هيلاقي مراته وجدته الاتنين مضروبين، لكن اتفاجئ اصلا ان الولد ده هو اللي مضروب، وكان عمال يقول لها على فكره انا مش هسيبك. وانا طبعا كان بيقول لجدته ايه اللي حصل. فهي بتقول له هو انت ازاي تعمل في مراتك كده وتخليها تركب كمان مواصلات عامه؟ قال لها ايه المشكله يعني؟ فهي بتقول له على فكره اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، واللي انت بتعمله دي اسمها قله ادب وقله ذوق، اوعى تعمل كده تاني. وبعديها بدات تقول لها على فكره انا كده التدريب راح عليا. فغمزت في ايدها وكانت بتقول له ايه اللي انت عملته ده؟ قال لها لا الصراحه يعني ممكن الشركه تمد بكره التدريب. وراحت علشان تقعد مع صاحبتها، صاحبتها بتقول لها على فكره باين على جوزك حلو قوي، لكن خدي بالك منه يعني، وبرده ما تنسيش ان هو اكبر منك بكتير قوي. في الوقت ده كان قاعد هنا مع مامته، وبدا يقول لها على فكره ان لحد دلوقتي ما قلتش خالص ان انا غني، ويا ريت بقى ان انتوا تمتنعوا ان انتوا تقولوا اصلا. في الوقت ده كمان راح علشان يقعد مع صاحبتها، فصاحبتها بتقول لها اه سنه كبير شويتين تلاتة، لكن يعني يجي منه شكله حلو شويه. بس صاحبتها بتقول لها شويه، بتقول لها الصراحه هو حلو قوي، لكن برضه ما تنسيش ان هو اكبر منك. في الوقت ده كانت جايبه لها الكلب بتاعها، بتقول لها خدي بقى بالك منه. فقالت لها خلاص ماشي. وهي ماشيه كانت عماله تبص على جوزها، لان فعلا كانت شايفه ان جان حلو قوي. اما بالنسبه لشيشي فكانت اصلا ملخومه مع الكلب، كانت عماله تقول لنفسها وانا ازاي هصرف عليه بس. وفي الوقت ده اول ما مشيت بدا يقول لها وانتي بتقولي على مين عقيم؟ ايوه انا كبير شويه عنك وشويه كتير الصراحه، لكن انا مش عقيم.
بدأ ان هو يكون متعصب ومتضايق، وقال لها هو انت ازاي تقولي كده وتشوهي سمعتي؟ فهي بتقول له اهدى بس، انا مش بقول عنك انت. فقال لها كمان يعني بتقولي على راجل تاني؟ انت كمان طلعت خاينه؟ بتقول له لا انا بقول على الكلب على فكره. بعديها بدأت إن هي تروح الشغل، ولقت إن الكل مرحبين بيها قوي، فالصراحة كده استغربت وحست إن في حاجة غلط. ولما جت علشان تروح على البيت لقت إن في راجل وست غراب قاعدين. فهي بتقول لهم هو انتوا مين؟ قالوا لها ايه ده، هو جان ما قالكيش عننا؟ فقالت لهم لا الصراحة، بس ممكن أعرف انتوا مين؟ قالت لها عادي طبعا، احنا نبقى أهله. فقالت لها يعني مامته وباباه؟ فقالت لها أيوة احنا مامته وباباه. فهي طبعا كانت مبسوطة جدا، وفي نفس الوقت كانت متضايقة إن جان ما قالش إن هو عنده أهل أصلا. كانت فاكرة ان هو عايش مع جدته علشان هو يتيم. فقال لها لا طبعا احنا بس بنسافر كتير الفترة دي، فعلشان كده هو موجود مع اهله. طبعا اول ما جه خايف جدا فعلا ان اهله يكونوا قايلين لها اي حاجة زي ان هو غني او ان هو عنده شركة كبيرة او كده يعني. بعديها على طول بدأ ان هو يشيلها من قدام اهله، يقول لهم ثانية يا جماعة انا هطلعها واجي تاني. فهي بتقول له ليه هتطلعني، انا ملحقتش اقعد. لها بقول لك ايه، اسمعي كلام جوزك. فهي بتقول لها خلاص يا حبيبتي روحي بقى واسمعي كلام جوزك مش مشكلة، واحنا كده كده قاعدين معاكي لبكره. لكن في الاول بدات تقول له على فكره احنا لسه ما قعدناش معاها. وبدا يحكي لهم كل حاجه وازاي اتعرف عليها. قال لهم ان انا لحد دلوقتي ما قلتش ان انا غني ولا حاجه، ويا ريت ان انتوا تسكتوا وتعيشوا معانا بهدوء لحد ما انا اقول لها. وما راحت تاني يوم الشغل لقيت ان نفسها اصلا عملت مشكله من غير ما تحس. طبعا بدأ ان هما يجيبوها ليه، واتفاجئت ان هو موجود في مكتب الرئيس. فبتقول له هو انت بتعمل ايه هنا؟ فقال لها لا عادي. فهنا بتقول يعني ايه عادي، هو انت ازاي جيت هنا، فين الرئيس بتاعك؟ فانا طبعا بدأت تشوف بابا، وبتقول لهم معلش يا جماعه انا هاخد اجازه علشان تعبانه شويه. فافتكروا على طول ان هي اصلا حامل. فطبعا الجد قال لها اه ماشي خدي، اقول لك حاجه اقعدي في البيت وانا هديك الفلوس، دي الاجازه اللي انت عايزاها. وطبعا هي كانت مستغربه منين اصلا ان هما ناس فقيره، ومنين بيقول لها هديكي فلوس، ومنين اصلا بيقول ان هو تاخد اجازه او لا، وهو يعني راجل بسيط. طبعا ما كانتش فاهمه اي حاجه، وانا كانت متلخبطه. وما رحت علشان تشتغل تاني كانت في واحده حربايه بتكرهها ومش اصلا عايزه تكون موجوده معاها في الشغل. بدات تطلع اشاعات ان هي البنت دي ماشيه مع رجاله كتير، وان هي عقيمه ما بتخلفش. طبعا لحظها الوحش هي كانت بتقول كده لحما شيشي. فانا بقول لها هو مين قالك كده؟ فبتقول له انا عارفه بس وان البنت دي بنت وحشه قوي. فانا بقول لها على فكره انت لو فضلت تتكلمي عليها كده تاني انت اصلا مش هتكملي في الشغل. هي طبعا كانت فاكره ان هو بيهزر، لكن طبعا ما تعرفش ان ده فعلا يبقى حماها. هي كانت متضايقه جدا من شيشي لان لقيت ان فعلا جان مهتم بيها قوي، وده طبعا كان مضايقها قوي. وقالت لنفسها بس انا هحاول اوقع الكل فيها واخلي الكل يكرهها. وراحت لمديرها، ونعرف ان مديرها ده يبقى حماد شيشي. وكان بيقول لها بقول لك ايه، الكلام ده لو اتعاد تاني انا ممكن اطردك من هنا وما اخليش اي شركه تشغلك، فاهمه ولا لا؟ ويلا اطلعي بره. فعلا كان بدأ يخاف فعلا ان هي تكون عقيم، وان هي ما تجيب لهمش الوريث. مراته كلمته بتقول على فكره انا لقيت اختبار حمل في اوضه شيشي، ومعنى كده ان هي حامل. طبعا هو كان فرحان قوي ومبهور لان شيشي دخلت عند اوضه جان وعرف على طول ان هي قالت ان هي حامل. طبعا هو في الوقت ده كان بيرقص حرفيا من الفرحه، كان عمال يقول لنفسه اخيرا هسمع كلمه يا بابا، انا مبسوط قوي. وبعديها بدا يرقص رقصات غريبه كده ومريبه، وهو طبعا يبين ان هو كان فرحان قوي. اما بالنسبه ليه فاتصل بجدته وقال لها هي خلاص بقى كلها كام شهر ويبقى انت عندك حفيد، واخدها وداها على المستشفى. لكن جات له مكالمه مهمه قوي وراح علشان يعملها. وهي طبعا كانت فرحانه ان هي اخيرا هتكون اسره، وكانت عايزه الاسره اللي تكونها تبقى اسره كويسه. اما بالنسبه لمرات ابوها فكانوا معاهم في نفس المستشفى. بدات تقول لجوزها دي مش بنتك، هي مين الراجل اللي ماشي جنبي ده؟ لا لا الصراحه كده بنتك مش محترمه. فقال لها ايوه معاك حق فعلا، هي ازاي تعمل ده، هي فاكره نفسها مين. وفي الوقت ده اصلا جين كان عنده مكالمه مهمه قوي ومحسش ان هما رايحين ناحيه مراته. بدأ ان هو يخلص المكالمه وكان متعصب قوي فيها، وكان في شغل كتير قوي عنده بايظ. وكان عمال يقول له طيب اقفل علشان مراتي معايا في المستشفى، ولما اخلص على طول هبقى اكلمك. لكن في الوقت ده بدأ يسمع ان صوت شيشي بتزعق شويه، فقفل معاه على طول وراح علشان يشوف في ايه. في نفس الوقت وهي كانت هناك اتفاجئت ان مرات ابوها بتقول لها ايوه مين الراجل اللي انت كنت ماشيه معاه؟ فبتقول لها الراجل ده يبقى جوزي. فقال لها كمان اتجوزتي من غير ما تقولي لنا؟ فبتقول لهم بقول لكم ايه بعدوا عني. فانا بيقولوا لها ايوه هو فين المهر بتاعك، احنا عايزين الفلوس. فبتقول لهم هو انتوا عايزين الفلوس مش عايزين تسالوا عني؟ قال لها لا طبعا، هو انت مهمه ولا ايه؟ قالت لهم طيب ابعدوا عني لان اصلا جوزي سكرتير بسيط وان هو فعلا معهوش اي فلوس. فاتكلم هنا على طول اللي هو الولد ابن مرات ابوها، وطبعا بدأ ان هو يضربها بالاقلمه يقول لها هو انت مجنونه ولا ايه، هو انت ازاي تتجوزي واحد فقير، احنا كنا هنبيعك لواحد اغنى كتير. فبتقول لهم انتوا ازاي عايزين تبيعوني، هو انا مش بنتكم؟ قال لها لا يا حبيبتي انت مش بنتنا، والصراحه كده البنت ملهاش لازمه. فبتقول له انت اللي مالكش لازمه، وانا اللي كنت بشتغل وبصرف عليكم كلكم، فالصراحه كده كلكم مالكمش اي لازمه. فقال لها ايه ده، هو انت بتذلينا؟ قالت لهم ايوه لان انتوا ناس مش كويسه. قال لها بقول لك ايه، انا هطلعك من جوزك ده وعندي واحد هيشتريكي بفلوس اكتر. فبتقول له هو ايه ده، هو انا بيعه ولا ايه، ازاي تكلمني بالشكل ده، هو انت مش مفروض بابايا ولا انت لاقيني؟ فقال لها لا انا لاقيكي، والصراحه كده انت لازم تتباعي لان انا محتاج فلوس كتير قوي عشان اخوك عايز يغير العربيه.
طبعا اعرف ان في الوقت ده ان هي كانت رايحه اصلا تشوف الجنين، ان هي فعلا كانت تعبانه قوي، وقعت على الارض. بدأ يقول لها يا حبيبتي ما تخافيش وان انا معاكي، وصدقيني اي حد قال لك كلمه ضايقتك انا هعرف كويس قوي انتقم منه. فقالت له ما تقلقش عليا وانا كويسه قوي. قال لها مش واضح عليكي هما مين دولت؟ فقالت لهم دولت عيلتي اللي كانوا بيشغلوني شغلانات صعبه قوي، بيعاملوني معامله وحشه، وكل ده علشان خاطر اخويا. فقال لها طيب هما عايزين منك ايه؟ فبتقول لهم ان هو عايزين مني فلوس كتيره قوي، المهر يعني، لكن انا قلت لهم ان انت لسه حد معكش فلوس وان انت سكرتير بسيط، ازاي يعملوا فيك كده؟ بقول لهم بقول لكم ايه، بعيدوا عن مراتي، واي حد فيكم هيحاول ان هو يأذيها انا هموته حرفيا. فانا بيقولوا له ايه ده، هو مش كفايه كمان اللي انت فقير؟ قال لهم فقير؟ هو مين اللي قال لكم كده؟ فقالوا له مراتك. فقال لهم طيب محدش يكلمها تاني، واللي عايزينه قولهولي وانا هعمله. قال على فكره احنا هنتصل بالراجل اللي كان عايزها وهيجي علشان يضربك. فقال لهم طيب انا في اوضه الكشف جوه، اول ما يجي اتصلوا بيا علشان اخرج له علشان يضربني. وطبعا بعديها على طول بدأ ان هم يكلموه. وطبعا الولد حرفيا البنوته ده بدأ يقول لهم على فكره انا هنتقم منكم وانا زعلان منكم خالص، حقيقي هم عيله صعبه قوي. وفي الوقت ده بتقول له هو انت ليه عملت كده، يلا بسرعه نمشي من هنا قبل ما الراجل ده يجي. فانا بقول لها وانت مجنونه ولا ايه، احنا نفضل قاعدين هنا لحد ما نشوف هيجيبوا مين. وفعلا جه الراجل، والراجل ده كان ابن راجل غني قوي معروف. قال لهم فين بقى البنت اللي انا هتجوزها، مش كل مره تاخرها عني كده، على فكره جورج ممكن يزعل وساعتها هيزعلكم كلكم. فقالوا له على فكره هي موجوده جوه في الاوضه مع جوزها. فقال لهم ايوه بتعمل ايه، هي ازاي يعني تقفل باب الاوضه عليها هي وجوزها، ده جنان رسمي، انا هدخل اشوفهم. فقال لهم خلاص ماشي ادخل. وبعديها على طول اتصدم لما لقى اللي موجود هناك يبقى اصلا مدير باباه. قال لنفسه ان انا اكيد بتخيل، وان اكيد لما ادخل علشان اشوفه مش هيطلع هو. وهي كانت عماله بتقول له يلا بسرعه نجري من هنا لا يجي. فهو بيقول لها هو انت خايفه قوي كده ليه، هو انت عامله حاجه؟ فهي بتقول له لا طبعا، لكن هم هيجوا علشان يضربوك، والصراحه كده انا بحبك وخايفه عليك. فهي بتقول له هو انت كل ده ما حبيتنيش؟ قال لها لا طبعا انا بحبك. طبعا هي كانت مصدومه. في الوقت ده السكرتير بتاعه بيقول له بلاش تدخل، الراجل باين عليه غني قوي، وباين كمان عليه ان هو اغنى منك، ازاي هتدخل له؟ قال له بقول لك ايه، هو واخد البنت بتاعتي. قال له البنت بتاعتك دي اللي هي مراته؟ قال له ايوه، وانا هو خطفها مني. قال له هي كانت بتحبك يعني؟ قال له لا طبعا هي ما كانتش تعرفني، بس انا عايزها، والصراحه كده جورج بيعوز اي حاجه بياخدها. في الوقت ده دخل علشان يكلمه، وقال له طيب انا عايزك تكون راجل فعلا روح علشان تاخدها. طبعا اول ما شاف ملامحه قال له انا بهزر طبعا، لان عرف على طول ان ده مدير باباه وان هو اغنى منه. ولما جه علشان يغلط فيه ويشتمه عرف على طول ان بابا جاي، وعرف برضو كده ان هو وقع في مصيبه حرفيا، وان هم هيبقى عيله فقيره من النهارده. وكل بدأ يعتذروا له، قالوا له الصراحه يعني هي قالت عليك ان انت سكرتير سواق مش فاكرين، لكن احنا لو كنا نعرف ان انت غني كده كنا احترمناك من الاول. هو قال لهم هو انتوا بتحترموا الناس يعني من كتر ما هم معاهم فلوس قد ايه؟ فبتقول له ايوه طبعا. قال لهم بقول لكم ايه، تعالوا عندي على البيت. وفعلا خدهم عنده على البيت، وبدأ ان هو يهزق كل واحد فيهم واحده واحده. طبعا كانت مراته سمع كل الكلام ده، وحرفيا ما كانتش حاسه بالشفقه عليهم، لان هم كانت عيله مؤذيه جدا وكانوا دايما بيضايقوها ويتنمروا عليها. اما بالنسبه لباباها فكان شايف ان البنات اصلا ملهمش لازمه في الحياه، وان هم موجودين بس علشان يخلفوا، وان هم المفروض اصلا ما يدخلوش سوق العمل. وطبعا ما كانش عايز يصرف عليها، فللاسف اضطرت شيشي تشتغل شغلانات صعبه قوي، برغم ان هي كانت لسه صغيره وكانت طفله في ثانوي حرفيا. بعديها سابتهم وراحت علشان تخرج مع صاحبتها، وكانت متضايقه جدا وحست نفسها ان هي وحيده وملهاش عيله، وان هي فعلا يتيمه. صاحبتها اول ما شافتها بدات ان هي تطمن عليها، تقول لها اهدي وانا معاكي، وصدقيني انت مش محتاجه اي حد تاني في حياتك غيري انا وجوزك طبعا. كانت بتقول لها تفتكر ان هم ممكن يرجعوا تاني كويسين؟ قالت لها الصراحه لا، ويا ريت ان انت ما تحطيش امل. فقالت لها فعلا. في الوقت ده لقت ان في واحده من صحابها بدات ان هي تهزر معاها تغيروا جو يعني، وكانت عماله تقول لها ان انت محظوظه علشان لقيتي جوزك ده، والصراحه باين عليه ان هو بيحبك، فحاولي بقى ان انت تحافظي عليه. بعديها بدات ان هي تقول لهم على فكره جوزي عايزني وانا رايحه له دلوقتي. وما راحت هناك كان طبعا قلقان جدا ان هو يقول لها ان هو راجل غني، وكان فاهم ان هي تفهم غلط اكيد، برغم ان ده فهم الصح، وان هو ما كانش عايز يقول لها علشان ما تستغلهوش. لكن طبعا بدا ان هو يقول لها، فتقول له هو انت غني فعلا؟ فقال لها اه. قالت له هو انت صاحب الشركه؟ قال لها اه برضه. تقول لهم طيب هو انتوا زعلانين كده ليه، طب ما دي حاجه كويسه. قال لها انت مش متضايقه ان انا ما قلتلكيش؟ فتقول له لا طبعا. كل كان مستغربها، اللي هو عادي كده، هو انت مش متضايقه؟ فهي بتقول لهم لا خالص، وحاجه حلوه قوي اللي انت فعلا تكون راجل غني وهتبسطني وهتبسط طفلي او طفلنا يعني. قال لها وانت بتحبيني؟ بتقول له ان انا بموت فيك، والصراحه كده يعني انا بحبك قوي. وبعديها بدات تقرصه وتقول له ده عقابك يعني علشان انت ما قلتليش من الاول، وصدقني انا عمري اصلا ما فكرت ان انا اطمع فيك. وما راحت تقعد مع صاحبتها، فصاحبتها بتهزر تقول لها بقول لك ايه، وانتي متعرفيش يعني عريس زي جوزك كده يبقى راجل غني؟ انا ما كنتش مصدقه ان انا كنت قاعده مع اغنى راجل في المدينه، لكن انتي علشان عيشتك كانت صعبه شويه فربنا كافئك. وهي بتقول لها ايوه والصراحه جدا انا مبسوطه معاه قوي، وكمان مبسوطه ان احنا هيكون عندنا طفل. فانا بتقول لها خلاص ماشي. عارف ان جان بدا ان هو يشاركها في كل حاجه، كان كل يوم بيكون مبسوط قوي ان هو اختار الانسانه الصح،
وهي طبعًا كانت برضه مبسوطة إن هي أخيرًا ربنا عوّضها، وينتهي معانا المسلسل لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل مسلسل أو فيلم جديد. سلام وأشوفكم بكرة في فيديو جديد، وما تنسوش تشتركوا في قناتي التانية